عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. يا رب تكونوا كويسين وبخير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول فصل الشتاء علينا. إن شاء الله يا رب ما نسقع كتير. رح نتكلم اليوم. أول حاجة بدي أشكر جميع الإخوة اللي متابعينا، حتى اللي مش مشتركين. عندي ناس بسم الله ما شاء الله من الجزائر ومن تونس ومن المغرب ومن الهند، مع اني مش عارفة اللي بالهند بيكونوا فاهميني ولا لا. وما شاء الله نسبة كبيرة، أكبر نسبة من مصر. تحية لأهل مصر. ونسبة كبيرة الرقم الثاني السعودية. ربنا يحفظ الدول العربية كلها يا رب وينصرنا يا رب. المهم راح نتكلم بما انه داخلين على فصل الشتاء ولقيت هي موجودة في السوق. طبعا احنا بنسميها اسم رخم، انا صراحة ما بحبه، الكاكا ما بحبها. هي اسمها العلمي التين الكاكي، وفي دول أجنبية كتير بسموها التين الكاكي. احنا مختارين لها اسم زفت اسمها التين الكاكي. هذه فاكهة شتوية معروفة عند اليونانيين القدماء باسمها ثمرة الآلهة. إلها فوائد كتير كتير حلوة، هي عاملة زي حبة الطماطم، طبعا كلنا عارفينها. لما كنا بالسعودية كنا نقول عليها بندورة حلوة، ما كنا نقول الاسم التاني. المهم فوائدها: بتخفض الكوليسترول في الدم، بتأخر الشيخوخة المبكرة، تخفف الشعور بالكسل، تخلي الواحد يعني لما تاكل حبة كاكي بتلاقي حالك ايه نشيط. بتعالج حالات كتير من التهابات المثانة والمسالك البولية. مفيدة لضغط الدم، ما بترفع ضغط الدم، يعني بتوطي. على اساس هيك انه دايما الناس اللي عندها ضغط واطي او منخفض بمعنى اصح ما تاكل كاكي كتير، تاكل يعني حبة بس. مفيدة في علاج الغدة الدرقية. الناس اللي عندهم الغدة الدرقية سواء خصور أو نشاط بنصحهم إيش، لأنها بتحتوي على اليود، بنصحهم يأكلوا منها كتير. بتحافظ على صحة العين الاثنين يعني العيون، وبتعالج الإمساك، مفيدة جدا للإمساك. مفيدة للرجيم، الناس اللي بتعمل رجيم هي طعمها لذيذ وحلو وبتحسسنا بالشبع، عشان هيك هي مفيدة للرجيم. وقلنا بتقلل من ارتفاع الدهون الضارة في الجسم. وإن شاء الله بإذن الله العفو والعافية وتستفيدوا من معلوماتي. وأشكر الجميع ولايكاتكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.